يعتبر مركز الرياضة والترفيه للأمن الوطني بغابة بينام شمال غرب الجزائر العاصمة قبلة لمستخدمي الأمن وعائلتهم الباحثة عن الراحة والاستجمام، حيث يتربع هذا الأخير على مساحة واسعة ويتضمن مرافق تسلية للأطفال، إضافة إلى حظيرة للحيوانات وقاعة للحفلات وفضاءات للممارسة الرياضية بأنواعها. في إطار التكفل التام والترفيه عن موظفي الأمن الوطني، عمدت المديرية العامة للأمن تحت بقيادة السيد اللواء المدير العام للأمن الوطني إلى إنشاء هذا المركز الترفيهي والذي يوفر راحة لموظفي الأمن الوطني وأبنائهم وذوي الحقوق. يتواجد على مستوى هذا المركز عدة مرافق للتسلية وقاعة للحفلات وخيمة مخصصة لموظفي وعائلة الأمن الوطني. مركز الرياضة والترفيه للأمن الوطني يعتبر الأول من نوعه الذي فتح أبوابه لأعوان وإدارات الشرطة وعائلتهم وخاصة أطفالهم وكذلك سكان الأحياء المجاورة نظرا لموقعه السياحي الجذاب. هنا كي يكون هكذا عندنا وقت ولا تسمى روبو ولا في الديكالاج تاعنا ولا نجيبوا الدراري يلعبوا هنا سي سيكوريزي، ما كاش طونوبيلات، ما كاش تسمى تخلي الدراري يلعبوا، داروا حاجه مليحه بارك الله فيهم. بوغ لي فامي انا واش عجبني فيها هنا سي فاميليال. وي هما لا سيكوريتي، يعسوا الدراري، يعسوا لي بتي زونفون، ما نخافش عليهم، هم يلعبوا اوني ترونكيل. نستمتعوا باوقاتنا نفرحوا نجو هنايا كل ما يجي الجو مليح ودائما تعجبنا الالعاب وصح على هذو الالعاب اللي صنعتوهم. Déjà moi de base je venais de France et quand je suis venue ici j'ai vu tout ça, c'est très bien, tout ça, c'est un lieu de divertissement et tout ça, c'est grave bien. إذن يعتبر إنشاء مثل هذه المراكز الرياضية والترفيهية ملاذا للعائلات التي تفضل المساحات الخضراء عن غيرها من فضاءات ترفيهية بعيدا عن ضجيج وازدحام المدينة.